الاخوان في قطر فريمون الاخوان كنعانيو من واحد الازمات ما يمكنش تذكيره، ما كايناش التذاكر عند الشعب المغربي للأسف، والله للأسف أنا كجزائري أتأسف كثيرا عما يحدث. يعني حتى لو كانت الجزائر أو تونس أو أي بلد عربي سيلعب هذه المباراة كان سيحدث نفس السيناريو، ولماذا لا نعرف. فقط ستشاهدون هذا الفيديو، وهنا فقط للرد على بعض الصفحات المغربية التي تقول أن الجمهور الجزائري هو من اشترى كل هذه التذاكر ويحرم المنتخب أو المشجعين المغاربة من المباراة. يعني بالله عليكم، سنشاهد الآن هذا الفيديو. تذكيره ما كايناش، والتذاكر يعني من المفروض خصهم يكونوا عند المغاربه، عندما كاين تذاكر عند الهنود وشي وحدين ما عرفتش. فاش كنتي كتسول هاد الهندي كتقول له بشحال الثمن كيقول لك $1000. التذاكر الاخوان دابا سولناهم 6000 درهم 7000 درهم مغربيه، والى الاخوان راه بزاف اخوتي. الإشاعات أن الجمهور الجزائري اشترى كل التذاكر لكي يحرم الجمهور المغربي من الدخول إلى الملعب وتشجيع الفريق المغربي. بالله عليكم، بالله عليكم، يعني هل وصلت يعني قمة الدناءة والرداءة من أجل كسب المشاهدات إلى هذه الدرجة، إلى نشر إشاعات، إلى نشر الفتنة؟ هذه من طرف الصفحات المغربية التي لا تمثل الشعب المغربي الشقيق. يعني بالله عليكم. والمشكلة الكبيرة أن هذه الصفحات المغربية متناقضة. تارة يتحدثون يقولون أن الجمهور الجزائري هو من اشترى كل البطاقات، تارة يتحدثون مع مغاربة عبر الهاتف. في فيديو هناك شخص مغربي اتصلوا به وسألوه عن ثمن التذكرة، قال لهم $1000 للشخص. ثم سألوه كم بقيت معك من تذكرة، قال لهم حوالي 35 تذكرة. بالله عليكم، هذه الأمور موجودة في كل العالم. يعني التجارة واستغلال الفرص أو السوق السوداء موجودة في كل العالم، لأن هذه الفرصة لن تتكرر، يعني تتكرر ربما مرة كل 4 سنوات. ينتظرونها وهم جهزوا لها مبلغ مالي كبير، فيشترون الكثير من البطاقات ثم يبيعونها، يستغلون حاجة الناس، وهذا أمر بديهي معروف. فلماذا تقول أن الجمهور الجزائري أتى واشترى كل البطاقات؟ لا، هذا الأمر معروف. للأسف صار يعني أي شيء يحدث هذه الصفحات يعني التي تدعو إلى الفتنة. الجزائر، الجمهور الجزائري، كفانا كفانا كفانا. حتى الشعب المغربي صار يعرف حقيقة هذه الصفحات.